السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بصوا الارانب اهيت الجديده. ما شاء الله. بصوا دي الارانب اهيت اللي هي المفروض ان انا هسيبهم بقى خلاص مع دولت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. دول عندهم شهرين. ماشي. دول الاربعه الاولانيين اللي هم عندهم شهرين. امسك يا حمزه. صلوا على النبي يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دول اهم. دول الاربعه هم اهو. ده لو تفتكروا ان انا قلت لكم كانوا وهو صغير كانوا ودن من ودانه. بص بس عاش الحمد لله بقى كويس اهو. دول هم الاربعه. ده الرابع بتاعهم. دول الاربعه الاولانيين خالص. تمام. فهم. بس يا حمزه حلوين اهو. بص الله اكبر. هم بقوا قربوا يعني يعني يقربوا اللي هم عندي دولت اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا حطيت لهم الاكل، نضفت لهم وحطيت لهم الاكل عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا اتكلم معاكم في موضوع مهم النهارده. بص حبايبي، الارانب الصغيره بتاكل اي حاجه. مش عشان هم صغيرين يبقى لا. لا يا ام حمزه، انت ازاي هتحط لهم برسيم وهم معدتهم لسه مش مستحمله؟ ازاي هتحط لهم عيش هياكلوه ازاي؟ ازاي هنحط لهم ذره؟ ازاي مش عارف ايه؟ كل الاسئله دي غريبه جدا. انا هوريكم الوقت الارانب. هوريكم الوقت الارانب واسنانها. ازاي الارانب الارانب اساسا سنانها قويه جدا. تاكل اي حاجه. ده ممكن ناكلوا الحيطه، ممكن لو انا طولت عليهم وما حطيت لهمش اكل ياكلوا الكرتونه اللي انا فرشاها. لو انا حاطه في طبق بلاستيك ياكلوه. بياكلوا اي حاجه. الارانب الصغيره مش الكبيره. انا كل دون او الفيديو ده معمول للارانب الصغيره، مش معموله للكبيره. مش لدول كمان، لا للارانب الفطام، الارانب اللي لسه مفطومه. هحط لهم اكل ايه يا ام حمزه؟ حط لهم يا حبيبتي اي حاجه. حط لهم برسيم، حط لهم عيش، كسر لهم عيش. فتفته لهم صغير كده. حط لهم علف. حط لهم ذره صيفي. جزر، خيار، قشر. بصي اي قشور بطاطس، قطعي لهم بطاطس. اي حاجه من ديت هياكلوها. والله العظيم هياكلوها. حتى لو ما كانوش النهارده هياكلوا بكره. الحاجه قدامهم وبتتعرض عليهم هياكلوها. بس يا حمزه ماشي. انتوا مش ملاحظين ان حمزه هادي شويه يعني وما بتسمعوش صوته الوقت في الفيديوهات؟ ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب. الوقت بقى يسمع الكلام والله اكبر عليه يعني. وبيروح عند بابا وبيركب العجله. قول لهم بقى، انت بتأجر العجله من عند مين؟ من عند مين؟ عمو. عند عمو شوقي. ماشي. انت بتديله كام؟ ايه؟ ايه؟ لا مش كريم، لا ده كريم اللي احنا بنحلق عنده. اللي على الشارع عندنا. عند لا العجلة من عند عم شوقي. لما بتحلق عند كريم. صح؟ انت بتحب ماما؟ يلا هات بوسة بقى. قلب ماما. الله اكبر، الله اعظم. لا اله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا كنا بنتكلم في الوقت سنان الارانب. بص سنان الارانب. بص يا حمزه ثواني معلش. ايه ده في ارنب وقعت. بص يا حبايبي، بصوا سنان الارانب عامله ازاي. ده الكبير. انا هوريكم الارانب الصغيره برضه. بص اسنانه. بص اسنانهم.
يعني ده لما بيجزوا على اسنانهم كده بيخوفوا. سنانهم قوية جدا، بس هم مش مؤذيين. احسن حاجة في الارانب ان هي يعني اليفة، ومش مش من اللي هي بتهجم كده يعني العيل يخاف منها والكلام ده. لا، انا كان عندي ارنبة واحدة كانت بتجري ورا حمزة وتنط عليه. انا ما كنتش عايزة اذبحها، بس هي كبرت، ما كانش هينفع اسيبها اكتر من كده. انا طبعا فتكم في الكلام. انا استنى يا حمزه، بص انا لسه بقول حمزه هادي، هات الطوبه دي واقعد عليها جنبيها هنا. لا اله الا الله، نسيتني يا حمزه. الارانب انا طلعت منها كتير قوي الشهر ده، الحمد لله. انا كان عندي فوق ال 60 ارنب. طلعت بتاع 28 ارنب او 27 ارنب، يعني انا طلعت 8 و10 و8. 8 16 و10 26، وذبحت لنا 2 يبقى 28 زي ما انا حاسباهم. ماشي. خد يا حبيبي، خد يا حبيبي اهو. يلا اقعد جنب ماما هنا بقى. اوعى بس امسك كده. بصوا الارنب قد الارانب اللي هي اللي عندي ديت، قرب يوصل الارانب ديت. انا كده كده هنزلهم من البطاريه. ماشي. هوريكم الارانب الصغيره شويه. بصوا دي برضو مش صغيرين، يعني انا لسه ما عنديش الارانب اللي هي مولوده دي، هوريها لكم برضو. بس انا عايزه اوريكم الارنب وهو صغير بيبقى اسنانه عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اسنانهم، بصوا اسنانهم عامله ازاي. مش عارفه شايفينهم ولا لا. اهي تمام. سنانهم بصوا عامله ازاي. ياكلوا اي حاجه. حط لهم انت بس الاكل واستعيني بالله. الارانب هتاكلها وهتبقى زي الفل. الارانب لو انت اهتمتي بيها، الارانب بص بتوصل هي للحجم دوت في شهرين الحمد لله. انا عندي دول 4 و4 تانيين 8. دول الوالده اول والده عندي، بس واحده ولدت امبارح، التانيه ولدت بعدها بيومين مثلا، يعني فرق ما بين دول ودول يومين 2. اهم برضو اهو شكلهم جميل. انا نفسي اكسر اللون ده، انا نفسي في الوان تانية، وفرحت قوي بالالوان اللي هي السودا ديت، بس ربنا بقى ايه ما كانش ليا خير فيهم او نصيب فيهم. بصوا دول كانوا 4 ابيض في اسود. ليه كده يا ابني؟ ليه كده؟ اقعد بقى هنا، انا حسدتك. كانوا دول اهم، كانوا ابيض في اسود، ده الاسود وحيد. اما كانوا التانيين الثلاثه التانيين كانوا ابيض في اسود، شكلهم جميل جدا، وكنت فرحانه بيهم، كنت مهتميه بيهم جدا. فالثلاثه ماتوا، معرفش كان في ايه، تقريبا هي اصلا كانت امهم تعبانه عشان كده انا ذبحتها. كان شكلهم جميل، وكان نفسي ان احنا نكسر اللون اللي هو اللي عندي الاصفر اللي عندي في ابيض دوت، او الابيض في اصفر، يعني يا اما اصفر في ابيض، يا اما ابيض في اصفر، يا اما بني. انا كان نفسي في اللون اللي هو الابيض في اسود ده بصراحه، بس يلا ما فيش نصيب. طبعا ايه، احنا اتكلمنا النهارده في الموضوع اللي انتوا سالتوني فيه كذا مره، يجي لي تعليقات ويقولوا لي انت احنا نوكل الارانب الفطام ايه، وكليهم اي حاجه وحط لهم اي حاجه واتكلوا على الله وهم هيبقوا زي الفل. واللي عنده سؤال تاني برضو، اللي عنده اسئله تانيه يسالها لي. بصوا يا حبايبي الارانب بتاعتي، بصوا الله اكبر. بس انا مش عارفه بصراحه. موضوع الاعلاف دوت مهم جدا في حياتنا. موضوع يعني موضوع العلف ده كان مدمرني. العلف اللي انا جبته واستعملته ودمر لي الارانب دوت، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل العلف ده وضرنا بيه. بص الارنب والله العظيم هتوصل 3 كيلو، الله اكبر عليها. حمزه امبارح بقول له هات لي الارنبه دي يا حمزه، بيقول تقيله قوي انا مش قادره اشيلها. بص الله اكبر، وبطنها هي مش حامل على فكره،
الارنبه ديت لان انا ذبحت الدكرين الكبار بعتهم، يعني مش عايزه الوقت يزيدوا تاني عشان المكان وعشان برضه الاكل برضه مش هقدر على مصاريفهم دي كلها. خربشتك؟ طيب امسك دي كده يا حمزه. بص حمزه مش قادر يشيلها. الله اكبر، الارانب كلها وصلت لكده، الحمد لله الحمد لله. ذبحت منهم 2 والله. الارنبه ملت الحله. انا قطعتها كم 2 و2 و2 يعني عملت بتاع 12 حته. يعني 2 و2 4 6 والراس والحوايج، لا هي عملت بتاع 10 حرام، 10 حتت. فبصوا اجمل حاجه في الدنيا اكل الارانب. انا بزعل قوي لما حد بيقول لي لا 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 انا بقرف منهم او بخاف منهم او لا ما باكلهمش والكلام ده. الارانب دي انضف من اللحمه، انضف من اللحمه اللي انتوا بتشتروها ب 300 جنيه دلوقتي. فيا ريت يكون الفيديو عجبكم حبايبي، ولو عجبكم حطوا اللايك، اشتركوا معايا في القناه عشان خاطر القناه ترفع. وطبعا عمر القناه وعمر اي يوتيوبر على اليوتيوب هينجح الا بيكم انتوا. وانا متكله على الله ومستنيه برضو تعليقاتكم الحلوه. شوفوا الشوكو بخير يا حبايبي. السلام عليكم. سلام.